ازيكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل درس رياضة للصف الخامس ابتدائي. الدرس عندنا اسمه فهم عملية القسمة، وهنعمل برضو درس للضرب. تمام. وهيكون الدرس ان شاء الله بسيط وسهل، وهيكون فيه واجب وكده، وان شاء الله هنفهمه مع بعض ونحل المعادلات ونعرف يعني ايه فهم عملية القسمة. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بيقولك المعادلة الآتية اللي هي دي: 12/3 بتساوي كام؟ اللي بتساوي كام ده المجهول، الرقم المجهول. الرقم المجهول ده بقى بيساوي كام؟ عايزين نفهم حاجة. 12 دي اللي هي المقسوم، ماشي، والتلاتة دي اللي هي المقسوم عليه. طب واللي هو خارج علامة استفهام دي اللي هي تبقى ايه؟ خارج القسمة او ناتج القسمة، يعني اللي هو بيديك الناتج او خارج القسمة. عندنا معادلة بتقول 12/3 بتساوي كام؟ 12 دي المقسوم، اللي هي المقسوم نفسه. طب التلاتة دي اللي بتتقسم على المقسوم، يبقى ايه المقسوم عليه. طب واللي يساوي دي ايه؟ بتكون خارج القسمة، اللي هو اهم حاجة اللي هي خارج القسمة او ناتج القسمة، اللي هو بيديك الرقم. طب 12/3 بتساوي كام؟ بتساوي 4. طب عايزين نتأكد هنعمل ايه؟ هنقول 4 في 3. 4 في 3 بكام؟ ب12. يبقى كده اتأكدنا ان المسألة بتاعتنا صحيحة. تمام. ممكن بقى ايه نعملها على صورة نموذج. يعني ايه هنعملها على صورة نموذج؟ نكتب 12 اللي هي الرقم الكبير ده، نكتبه فوق، نعمل نموذج كده مسطر ويكون حلو، لازم تكون منظم. فهنقسمه على ايه؟ على الثلاث حاجات دي اللي هي الثلاث خانات دول. تمام. 12/3 بتساوي كام؟ ادي 12 فوق، وهنكتب هنا التلاتة، ماشي، والاتنين، وبتساوي كام. يبقى كده عملناها على صورة نموذج. بيقولك بقى ايه؟ لاحظ المثال الآتي، اللي هو لاحظ المثال ده: إذا جبنا 12 برتقانات على 3 أكياس، ايه عدد بقى البرتقالات في كل كيس مع ذكر خارج القسمة؟ ركز، مع ذكر خارج القسمة بيدل على هذا. نقولك بقى هنا 12 دي هي عدد البرتقالات. طب التلاتة دي عدد الأكياس، يعني 12 دي عدد البرتقالات، والتلاتة هي عدد الأكياس. طب بتساوي كام؟ خارج القسمة بقى بيساوي ايه؟ اللي هو بيدل على ايه؟ على عدد برتقالات في كل كيس، يعني هو اللي بيقول كام برتقانة في الكيس الواحد اللي هو 3 أكياس. طب نيجي نضربها 4 في 3 بكام؟ ب12. يبقى كده نتأكدنا ان المسألة بتاعتنا صحيحة. 12/3 بكام؟ فيها ال4. طب 4 في 3 بكام؟ فيها ال12. لازم تكون حافظ الجدول عشان تعرف تجاوب صح. يبقى كده اتأكدنا ان المسألة بتاعتنا صحيحة. تمام. بيقولك بقى على البتاع المسألة اللي بعديها: اقرأ المسائل الآتية وارسم النموذج لكل مسألة، ثم اكتب معادلة بتدل على المقسوم عليه وخارج القسمة. المثال بتاعنا بيقول اللي هو جبنا 24 تلميذ. تريد المعلمات تقسيم التلاميذ بالتساوي إلى 6 مجموعات، ما عدد التلاميذ في كل مجموعة؟ النموذج اهو، بنكتب الرقم الكبير فوق في الخانة اللي فوق اللي هي دي، ماشي، وبنقسمهم على 4. نقول لغاية نكتب 6 مرات لغاية لما نوصل ل24. 4 و4 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 6 مرات، دي كام مرة؟ 3 اهم، و3 يبقى 4 3 و3 6. نقول بقى هنا دي 22 عشان الاتنين معلش كانت اتمسحت، دي 22. تمام. 24 اللي هي المسألة دي تبع دي. 24/6 فيها كام؟ فيها ال4. طب عرفنا منين ال4؟ طب لو انت متأكد بقى وشاكك، مش متأكد وشاكك في نفسك، هتعمل ايه؟ هتضرب ناتج القسمة اللي هو الخارج ده اللي هو ال4، ماشي، تضربه في 6. طيب 4 في 6 بكام؟ 4 في 6 بتساوي 24. تمام. يبقى ال24 ده عدد تلاميذ الفصل، ال6 عدد المجموعات نفسها، وال4 هو بيساوي عدد التلاميذ في كل مجموعة. فهمتوا؟ عندنا بقى ايه المثال اللي بعده؟ مثال بيقولك ايه: قسم أب 50 جنيه بالتساوي على أبنائه ل5 بالتساوي،
مع عدد الجنيهات التي يأخذها كل ابن. عندنا 50 جنيه دي اللي هي اللي قسمها الأب، 50 اللي هو المبلغ الكلي العدد يعني، 50 اللي هي المبلغ الكلي. طب الخمسة دول أبنائه، عدد أبناء الأب، ماشي. طب والعشرة دي بقى، العشرة دي خارج القسمة اللي هي الناتج. طب نضرب 50، أنا أقصد نقسم 50 على كام؟ 50 على 5 بتدينا كام يعني؟ 50 ده المبلغ الكلي. طب 5 عدد الأبناء. هنا بقى نضرب 5 في كام بتدينا 50؟ 5 في 10، ننزل الصفر ونضرب 5 في 1 ب50. و50 على 50 على 5 فيها العشرة. العشرة دي تبقى ايه بقى؟ عدد الجنيهات اللي هياخدها كل ابن، ماشي. النموذج بقى، بالنموذج بنعمل ايه؟ 50 دي 50 جنيه، بنكتب العدد الكلي فوق، والعشرة بنقسمهم على 5 ابناء، فهنكتب العشرة دول 5 مرات، ادي 1 2 3 4 5. تمام. فدي كده بالنسبة للمسألة دي. المسألة اللي بعديها بقى بيقولك ايه؟ مثال: سعر الكرة الحمراء 24 جنيه، وهذا السعر 4 أضعاف سعر الكرة الزرقاء. سعر الكرة الزرقاء بقى بتساوي كام؟ يعني الكرة الحمراء دي غالية شوية، سعرها كام؟ 24 جنيه يا مستر. طب السعر بقى بتاع الكرة الزرقاء هي 4 أضعاف سعر الكرة الحمراء، أي سعر الكرة الزرقاء أقصد، ماشي. فاكتب ما يمثله خارج الاسم، يعني خارج الاسم اللي هو الناتج بتاع الاسم. تمام. دي الكرة الحمراء، الكرة الحمراء كبيرة شوية وكده، ماشي. لكن الكرة الزرقاء فهي بتكون قصيرة شوية، لا صغيرة، يعني في فرق ان دي تكون 24 والتانية تكون 4 أضعاف. فعاوزك انت تجيب بقى ايه السعر بتاع الكرة الزرقاء بيساوي كام. نجيب المبلغ الكلي اللي هو كام، اللي هو 24. طيب هنعمل ايه بقى في 24؟ اللي في 24 هنقسمها على 4، ان هو بيقولك 4 أضعاف، فتقسم 24 على الأربعة دي، ماشي. هيدينا كام بقى؟ 24 على 4 فيها كام؟ تشوف في جدول 4 كام في كام بيدينا 24. 4 في 6، 4 في 6 ب24. طب انت مش متأكد بقى هتعمل ايه؟ هتضرب الناتج الكلي اللي هو، لا اقصد الناتج المقسوم عليه اللي هو الأربعة، واللي خارج الاسم هتضربهم في بعض. لو ادالك 24 يبقى مسألتك صحيحة، ادالك مش 24 هتكون مسألتك غلط. تمام. فدي كان بالنسبة لي سعر الكرة الحمراء والزرقاء والكلام ده. فهو جبنا احنا سعر الكرة الزرقاء. سعر الكرة الزرقاء بقى كام؟ سعر الكرة الزرقاء هو 6. تمام. ده كده سعر الكرة الزرقاء. بعديها بقى بيقولك ايه؟ مثال: سعر الكرة الحمراء 24 ضعف سعر الكرة الزرقاء. هتعمل ايه انت بقى؟ يعني الكرة الحمراء دي 24 جنيه، وسعر الكرة الزرقاء 6 جنيهات. كم ضعف يساوي سعر الكرة الحمراء بالنسبة لسعر الزرقاء؟ اكتب ما يمثله خارج القسمة. هنعمل ايه بقى ايه حضرتك هنا؟ اقولك هنعمل ايه. عندنا 24 ده المبلغ الكلي، هنقسم 24 على 6 جنيهات بتاعت الكرة الزرقاء. 24 على 6 فيها كام؟ بالنسبة ل24 دي بتدل على سعر الكرة الحمراء، ماشي. ودي علامة الاسم اللي هي على. طب ال6 دي بتعمل ايه؟ سعر الكرة الزرقاء اللي هو المقسوم عليه. طب الأربعة بتكون كم ضعف يمثله سعر الكرة الحمراء بالنسبة لسعر الكرة الزرقاء. طب هنعمل ايه بقى عشان نيجي خارج الاسم اللي هو ده؟ هنعمل ايه حضرتك؟ اللي احنا هنعمله ان احنا هنقسم 24 على 6. 24 على 6 فيها كام؟ فيها 24. تمام. طب انت مش متأكد بقى حضرتك هتعمل ايه؟ هتضرب 4 في 6. 4 في 6 بكام؟ ب24. طب ماشي، يعني انت خلاص اتأكدت كده. لو انت مثلا شاكك في العدد اللي انت طلعته خارج القسمة، بكل بساطة لما تيجي هتضرب الناتج اللي هو خارج القسمة في المقسوم عليه اللي هو ايا كان 6 5 4، تقسمه، اقصد تضربه على خارج القسمة. فلو ضربته ادالك المجموع الكلي اللي هو 24 او ايا كان الرقم،
هتكون كده مسألتك صحيحة. لو ما ادالكش 24 كده هتكون المسألة غلط، لو انت ما ادالكش 24 او اي خارج او اي ناتج تاني. تمام. عندنا بقى ايه المسألة اللي بعدها؟ بيقول مع عمر 12 جنيه، وكان مع عمر مع عمر يساوي 3 أضعاف مع مريم، فكم جنيها مع مريم؟ ال12 جنيه ده المبلغ الكلي. تمام. وهنا اللي معاه عمر بيساوي 3 أضعاف اللي مع مريم. يعني مين دلوقتي اللي أكبر؟ عمر. وهو اللي معاه 12 جنيه دول 3 أضعاف اللي معاها مريم. هنعمل ايه بقى عشان نجيب الناتج؟ هنعمل 12 على 3، هنقسم المجموع الكلي اللي هو ال12 على ال3 أضعاف اللي هي على 3. طيب 12 على 3 فيها كام؟ فيها ال4. 12 ده اللي مع عمر، ال3 هو عدد أضعاف اللي مع مريم بالنسبة عدد أضعاف أقصد مع عمر بالنسبة لمريم. طب ال4 ده اللي مع مريم. ماشي. 12 على 3 فيها كام؟ فيها ال4. طيب نيجي نعملها بالنموذج المستطيل. هنكتب ال12 المبلغ الكلي فوق. ماشي. وهنعمل ال4 دي 3 مرات اللي هو بيقولك 3 أضعاف. ماشي. ك4 و4 و4 يبقى لما نيجي نجمعهم 4 و4 8، وعليهم 4 هيكون 12. فكده دي برضو طريقة، انا اديتك 3 طرق عشان تتأكد بيهم. ولو مش متأكد تاني تضرب 4 في 3 ب12 زي ما قلت، تضرب خارج القسمة مع المقسوم عليه ايا كان الرقم. ولو اداك العدد الكل فتكون المسألة صح، ما اداكش هتكون المسألة غلط. ماشي. ده كده كان بالنسبة للمسألة دي. بيقولك بقى ايه المسألة اللي بعديها؟ اذا كان انا هقراها لك بس انت اللي هتحلها. اذا كان الاب معاه معلش اتلخبطت. بيقولك اذا كان عمر، معلش قريت غلط بس متأسف، اذا كان عمر الاب 35 عام وعمر ابنه 7 اعوام، كم ضعف يساوي عمر الاب بالنسبة لعمر ابنه؟ حضرتك ده بقى واجب. هتعمل ايه في الواجب ده بقى؟ انت هتعمل في الكلام اللي انا قلته هتحله. يعني هتعملها بنموذج المستطيل اللي هو ده، وهتعملها اللي هو تقسم كده. يعني انا مش عايزه احلها لك، اللي هو 35 على 7 انا بسهلها لك بس، وتحل انت بقى الباقي. وان شاء الله كده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، عشان انت اما بتعمل لايك للفيديو بتدعمنا والله، وتخلينا ننزل فيديوهات وبتشجعنا. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الضرب في عدد مكون من رقمين بنفس الطريقة بنفس النماذج، نموذج المستطيل وكده. وبس الفرق ان احنا الضرب ومنهج سنة 5 ده سهل جدا. وانا عايزك تحب الرياضيات كده، وتكون لو مقفل الرياضيات تقول الرياضيات احسن مادة. اللي هو الرياضيات عبارة عن مسائل وان انت تشغل مخك، لكن باقي المواد اللي هي حفظ بقى وتعبير وتكتب وتعمل الكلام ده. لكن الرياضيات هي انت فكرة ان انت تشغل مخك بس وتكون ذكي وفاهم. وقابلكم يا دكاترة سنة 5 ابتدائي على خير ان شاء الله. اشوفكم في فيديو قادم، والى اللقاء.